السلام عليكم شباب. اليوم ندوة صحفي بتاع المنتخب التونسي في مواجهة المنتخب التنزاني. صارت معناها تصريحات على سامي ترابلسي مستفزة، الحق بتاع ربي شفتها مستفزة للشعب التونسي ومستفزة زاد للرأي العام. خاصة نحكيو على معناها على طارق دياب وعصام الشوالي اللي عطاو انا حق كلامهم حقوقي على الاخر. بالعكس معناها بريس كل كلام بتاعهم يلم كلام الجمهور التونسي كل كلام. معناها كان جي الكلام هذاك تقال من عند عباد ما عندهاش قيمه وديما تحكي في البلا بلا بلا نقول لك. لكن عصام الشوالي وطارق دياب الزوز عندهم روحنا راي من الاخر ما يخرجوه من نطاقهم كان العفن، ما يخرجهم من نطاقهم كان الحاجه الخايبه، معناها الفعل الخايب. فوالا شباب باش نحكي على العفن نتاع ترابلسي والحاجه هذاك وقنا كشخص وكحاجه على روحه، لكن نحكيو روانا هناك على الاعمال نتاعو العافية شباب. حاسيلو باش تقراو طبعا احنا تو شنو حكي وشنو قال بشوي بشوي باش نكونوا معنا بشوي بشوي شباب. حاسيلو خي غالي قال لك في ليكيب ناسيونال الفانز معنا نورمالمون هيك هي شباب. قال لك تصريحات مستفزه كالعاده. اولا ماكش عامل مزيه كي تجيب ولا تلعب التونكتي خاطر الطفل خدم على روحه وواصل المستوى بالسيف عليك تلعبه. هو ساعة قالك معناها راهو سيباستيان تونكتي ديجا معناها من اللعب وكان في الوقت اللي معناها هو قالك ساعة تونكتي وقت الجي كل شيء. وبالتالي قالك معناها راني قلنا باش يلعبوا في الوقت اللي من الاخر في الوقت اللي راه يستحق انه قلنا باش يلعب. فهمت فازة مع الشباب. معناها هو قلنا عبارة على انه ماهوش نادم على انه قلنا لعب لا برمضان على الجهة اليمين ولا حد شيء. وقالك سيدي جا معناها راني معناها عبارة يحكي بكل ثقة في النفس على انه ماتش نيجيريا عداه كما هو حب. هو قال ماتش نيجيريا اخترنا قلنا تكتيك دفاعي كل شيء باش نهاجموا عليه. يا اخي خسرنا الثنائيات يا بابا الغالي، رانا خسرنا الثنائيات، خسرنا الفرديات، خسرنا كل شيء، خسرنا اي حاجه خسرناها راهو في وسط ماتش نيجيريا. ربع ساعه اللي قدموها الملاعبيه بعد التغييرات اللي انت عملتها راهو اللاعبيه هما سيدي جا معناها بوحدهم من قلايبهم بكثر قالوا ما كانوا خايفين وكل شيء من مرد الشعب التونسي وحبهم للشعب التونسي عاملوا ردة فعل هذيك باش يكون في بالك معناها لا هي منك ولا هي من اي شخص اخر. هذه اول حاجه. حاسيلو شباب قالك وباهي يا سيدي احنا قلنا مش قارين دروسنا هاك انت قاري درسك فيه البركه احنا الكل جهاله قدام خاطر بيسكا قال معناها اللي قال على سيباستيان تونيتي يمشي يقرا دروسه. به ثانيا ايش معناها تحبوني نقول للملاعبيه تعطيو تريحه لنيجيريا؟ اي سيدي جا قال معناها شيء تحبوني نقول للملاعبيه اعطيو تريحه لنيجيريا. سيدي جا كي انت باش تقول اعطيو تريحه لنيجيريا لازمك الساعه اول حاجه الساعه بالحق نتاعك يكون جارح كواحد بالحق تونسي كواحد ما عندكش حاسك ما عندكش شخصيه تونسيه والله حب ما ماكش تونسي ما حاسك معناها حاسك ما نعرفش منين اخر من بلاد اخرى حاسيلو. نورمال نعرف مدرب تونسي محرحه هكا معناها في وسط الفيستيار هذيك تلقاه معناها مش نحكي بالبنيه والكف وطريحه لا نحكي معناها بالكلام نتاعو بالصنديد يشرج اللاعبين يخرجهم معناها عبد عينها محلوله قد هكا معناها كي يشوفوا الحق الجيره يعطيوها طريحه كرويه ويوريوهم كيما فكر ربع اللي قدموها هذيك تسمى طريحه كرويه النيجيريا في قطر ربع ساعه. ربع ساعة عطينا فيها طريحة كرويا مش طريحة شيوخنا باش يضربوه ويشتموهم بالطبيعة جدا. حاسيلو شباب قالك يا اخي تدخل اطاراتها منها وتكبل الساقين الملعبيه ولا تعطيها طريحه. قالك ثالثا اصلا ما عندك ما تجاوب على الانتقادات اللي قالوا عليها. عندك عصام الشوالي وعندك طارق دياب بسم الله ما شاء الله مزقتوا له الجمله اخوي الغالي وخاصة كريم الغربي قشطة قشطيرة ممتازة. حسيو شباب قال لك خاطر هكا عندك هكا واقع وانت فاشل وخواف في الكورة ومريقل. تو نستناوك في تونس ما قلت باش ترجع على طارق دياب اللي علمك الكوره وترجع على الشعب كامل مرضته بالدم والسكر. اخيرا بالحق ان لم تستحي فقل ما شئت صح عليك. حاسيل شباب السيسي ديجا قال كيف باش يروح لتونس باش يراو باش يجاوبك الانتقادات كل شيء تو مش في موقف انه باش يجاوب على الانتقادات. معناها ملا سامي ترابلسي وملا اخوي الغالي حاسيل اخوي الغالي هيك قال لك معناها مش نادم على انه دخل محمد علي بن رمضان على الجهه اليمين بيذكر السيد جوارديولا في مخه موشم كلاب كرويا معناها قال لك واخو شهاده من عند اليو اف ا ويا ودي باش يعمل بها تيتي يقن المنتخب الوحيد اللي درته هو المنتخب التونسي. وعندك كما قال كريم الغربي هاز كان كاس ترابلسي. حاسيلو شباب قال لك زاد اخنا في الماتش هذاك اخويا الغالي معناها براسك تخيل انت كان في الماتش الجاي قدام تنزانيا كان نخسروا تعرف كان نخسروا قدام تنزانيا سي بون باي باي حبيبي الكوب دافريك باش يكون في بالك. سي ديجا شباب قال لك الكثير يتحدث عن الحساب المركز الثاني والثمن النهائي اما مالي واستباق السيناريوهات تريتو
الجماعات بعيدا عن التشاؤم، هذه فريضة واردة لا قدر الله، وهي الإقصاء من الدور الأول في حال هزيمة أمام تنزانيا، ومع الفوز أوغندا. صحيح سيناريو مستبعد، لكن نيجيريا قد تلعب بالصف الثاني وكل شيء ممكن في كرة القدم. قد يصبح الترتيب كالتالي: دونك نيجيريا، اوغندا وتنزانيا في المركز الثالث باش تفكنا المركز نتاعنا، وتونس في المرتبه الثالث في المركز الرابع. معناها شباب تحب ولا تكره خويا غالي، احنا قادرين نعلموا على انه باش نخسروا ونمشيو للمركز الخامس بسم الله ما شاء الله، بون المركز الرابع، ونخرجوا كايها المواطنون، نخرجوا من الدور الاول. يعطيكم الصحه، وقت نصفقوا له سامي طرابلسي ونهزوا لك الصلعه بتاعك الفوق ان شاء الله. حاسين شباب، قال لك سامي طرابلسي مدرب المنتخب التونسي. انا نقول ان احترمنا نيجيريا اكثر من اللازم. ماذا يعني ذلك؟ هل كان يجب علينا ان نذهب لنشتم اللاعبين؟ معناها هذيك نتاع انه نمشي نعطيهم ريحه. قال لك مدرب غريب، تصريحات غريبه، يضحك علينا في خلق ربي حرفيا. بالحق في وسط المباراه هذيك خلى العباد الكل كان يحكيوا على بجميع الجنسيات اللي عندك الاخوه والا البرة في اسيا ولا في افريقيا، خلاهم كل كانهم يحكيوا شنو يحبوا على المنتخب من الاخر. هذيك هي صح، معناها خلى الناس كل تحكي كما هي تحب كما هي تشتهي. حاسيلو خويا الغالي، السيناريو قلنا المتوقع قدام تنزانيا نورمالمون لازم فما فوز، ما فماش غير الفوز. التعادل يا اما يجيبك قلنا في المرتبه الثالث، يا اما يجيبك قلنا في المرتبه الثانيه، انت وزهرك وزاد مالي. خويا الغالي معناها ان شاء الله تجي هي غاديكا خويا الغالي في المرتبه الاولى المرتبه الثانيه، لكن باش نواجهها براسك عندنا احنا معاها تاريخ. ادي ربي يستر برا، احنا مالي ما عندناش معاها الزره في الكوب دافريك، في المباريات الوديه ولا نتاع ترشحات كاس العالم. نقول لك اي ما في الكوب دافريك ما عندناش معاها زهر اللي هي مالي. خويا الغالي بعد مالي اذا كان ربحنا مالي باش نلقاو السنغال ولا الكابو، الاكثريه السنغال باش ترشح به. خويا غالي بدي السنغال لو تلقى مصر والا تلقى الجنوب تسمى مصر، والا تلقى معناها الثالث نتاع المجموعه او، وعندك تلقى لو الكوت ديفوار، ومعها زاد عندك الثاني نتاع المجموعه اف نتاع المجموعه او زاد شباب. حسيتوا معناها برشا لخذ عباره على اليسار تلقاو مصر والسنغال وكوت ديفوار باش نلقاو مصر. معناها بابا غالي هذيك بالنسبه للجهه اليسار اللي احنا باش نرشحوا فيها في الجهه الثانيه. خلي عاد كان جينا في المرتبه الثالثه باش نواجهوا المغرب، المنتخب المغربي باش نواجهوه، هذاك جينا احنا الثالثين. وربي يستر خويا الغالي. بالنسبه للمنتخب التونسي توا ما عادش عندنا ما نعملوا، ما نجوش توا نبدلوا مدرب، ما نجوش نحيوه ونحطوا واحد اخر. توا حصل ما في الصدور وهذاك شنو لازم يصير. ان شاء الله اللاعبيه تفيق على وضعها وتقول له راه معلم العب يزيك ولا خوف. ما حبش يستعرف انه هو خواف، ما حبش يستعرف سبحان الله سيد. قالك ما انا مانيش غلط ومانيش حاشم مانيش كذا مانيش كذا ومش خواف زاد. لعب لك برمضان على اليمين وعاشور يلعب لك اوفون سونتر. فهمتش السيد هذاك مره جاي تو جايب لك عشان هو حسن جونيور يلعب لك راس حربه اسمه هو قلنا زاد يجيب لك حمزه ويشد حارس مرمى اللي منعوه غادي يا شباب. حاسس هناك وصلنا لاخر الفيديو. دونك اعطيني قلنا رايك على التشكيله اللي تراها مناسبه للمنتخب التونسي قدام تنزانيا في وسط الكومنتس، وشكرا لكم.